كابتن كريم، ازيك؟ كل سنه وحضرتك طيب. انت في الصيام بتبقى مرهق شويه. لا عادي، ايام جميله. انا اصلا ما بحسش بالصيام عشان انت عارف، لا بشرب شاي ولا سجاير ولا قهوه ولا وعادي باكل الساعه 6 طبيعي في حياتي العاديه يعني. ايوه، فبالنسبه لك يوم طبيعي. اخبار حضرتك يا استاذ مستشار؟ وحشني جدا والله يا استاذ مستشار. يكرم جيشنا ان شاء الله وننتصر على الارهاب دوت. جيشنا دي في معركه، عندها معركه تنميه وعندها معركه ارهاب وعندها ناس لسه بتهرج وناس شغاله شغل بلطجه وقله ادب. بقول لك ايه يا كريم، يعني انت عايز تاخد لعيبه بالبلطجه وعايز تاخد دوري بالبلطجه، مش ده الاهلي يا جماعه، والله ما ده الاهلي، والله ده ما الاهلي. الاهلي يا جماعه ده النادي الاهلي. محمد حمدي بيلعب فين؟ بيلعب في الاتحاد، اخده من ورا ناديه. اوفونا بيلعب في الوداد، اخده من ورا ناديه. مش ده النادي الاهلي، والله ما ده النادي الاهلي. وانا بتكلم فيه عن النادي الاهلي ان النادي الاهلي ده جزء مهم مش من تاريخ مصر الرياضي، من تاريخ مصر الوطني. عايز اخد الدوري بالعافيه، ابتدي اعمل حمله بقى. بقى جرايد النهارده كلها بلطجه، احنا هنراقب الحكام عشان ما يجاملوش الزمالك. الزمالك ايه وبتاع يا ابني انت؟ هو قال بطلوا قله ادب. تراقب مين؟ ده الحكم ظالم الزمالك. الماتشين الوحيدين اللي اتغلبهم بحكام. ماتش انبي بتاع عاشور افندي بتاع السياحه اللي بيصفر عصام على حسابه، والماتش الثاني بتاع اسمه ايه ده الثاني؟ بس اسمه ده معروف ولا اسمه ايه؟ ابراهيم نور الدين. نور الدين دوت. بس هو الماتش ابراهيم نور الدين يعني حسب ضربه جزاء المساعد هو يا فندم اشمعنى في ضربه الجزاء اللي حسبها على الزمالك ما بصش لام المساعد؟ اشمعنى؟ وقلبه وضميره مرتاح قوي. وقلت لك قبل كده ان مساعد ده ساكن في عماره في اسكندريه مع واحد صديقنا، قال لك ما بيطيقش الزمالك. مين؟ ويقول لك هنراقب الحكام. راقب حكام مين يا ابني؟ يقول لك هنفوت. بأمارة بتروجيت لما الواد ملاش فايده جاب جول في نفسه. بص يا استاذ مستشار يعني مفيش يعني اتفضل. عيب، انت داخل مرحله اسمها ابتزاز وبلطجه وقله ادب. ده مش النادي الاهلي. النادي الاهلي ده نادي كبير ونادي محترم، وعيب اللي بيحصل. خلاص ايفانا ده الافندي اللي بقاله 18 يوم قاعد على حساب مين اسمه التخين ده اسمه هيثم، بيقول لك بيتريق على هيثم. والولد اللي في واد اسمه محمد مش عارف ايه اسمه زفت الطين ايه هلال كده بيكتب في جورنال اسمه صوت الغمه، بيقول لك ايه عود اللعيبه في جيبك. عود مين بقى فيهم؟ هو يا ابني الاهلي خد الا واحد عنده القلب؟ انت بتهرج؟ هو عمر السليه خلص؟ هو محمد حمدي خلص؟ هو اسمه ايه دوت؟ هو حد خلص لغايه دلوقتي الا جون انطوي اللي النادي بتاعه خلص منه بمليون و200,000 واخده ب 2 مليون و200. عيب بقى، مش عايز اتكلم. بس يا استاذ مشار يعني ما تزعلش مني، احنا متعودين على الصراعات دي بين الاهلي والزمالك. ما عنديش مشكله في الصفقات يعني النادي هتطبق اللي كاتب الكلام ده. شوف درج مكتبي بقى في منتخب مصر كله اللي انا عايزهم، مش ان الاهلي هيلاعبني بيهم، واخد بالك؟ ما هو ده الكلام ان هو ايه، كل نادي بياخد الصفقات اللي هو عايزها. يعني كل اللي انا اقوله في دور حط مامتك في درج مكتبي، انت الجورنال الممتاز بتاعك ومفيش فايده في رئيس من صاحب الجورنال بتاعك اللي عامل نفسه زملكاوي. عيب. فانا بقول له ايه رجاله النهارده كلها نراقب الحكام بيجاملوا الزمالك، بيراقب الزمالك. يا خلي عندك دم يا اخي. يا اخي ده لسه ذابح الزمالك في ماتش امبارح اول امبارح يا اخي. عيب. والاسماعيلي، طب عايز افكر ماتش الاسماعيلي في الدور الاولاني مين كان المدرب؟ مش هو طارق ولا حد غيره؟ الاسماعيلي والزمالك لا كان ريكاردو اعتقد. ايا كان مين؟ كان ريكاردو. مش الزمالك عمل جيم على الاسماعيلي تعادلوا؟ لا عايز اقول لك حاجه، مش ضاع 18 جون. لذلك احنا طلعنا قلنا هو حسام الحضري جايب العفريت بتاعته ولا ايه؟ ايوه صح. تمام. ما ده هو طارق يحيى هيلعب ماتش بكره ان شاء الله من غير جون؟ لا هيلعب. ده حسام العضري. حسام بتاعته المحترمه اللي كلهم ولاد محترمين هيلعبوا من غير جزم، هيلعبوا بالشرابات. عيب بقى، عيب، بلاش قله ادب. عيب. عيب. طيب والله العظيم عيب. خلينا نتكلم بس. هو طارق يحيى ده مش كان بيدرب مش عارف المقاصه وبيدرب فرقه وبقى تكسب وكسب الزمالك وضيع الدوري على الزمالك. وده دوري قبل كده. بقول لك يا استاذ مرتضى يعني لسه كابتن حسن شحاته كان ضد الزمالك من 8 ايام، وكان كابتن حسن عايز يكسب الزمالك. كان عايز وكان هيجنن ان اللي وعايز يكسب. ما هو عايز يكسب الزمالك بالظبط. ده راجل مدرب. بص يا بيه، المدربين بتوع الزمالك دول وبتوع الاهلي تمام، دول كانوا نجوم منتخب مصر. تمام. نجوم منتخب مصر وليهم تاريخ، مش هيضيعوا تاريخهم. عشان عايز اقول لك حاجه بقى عشان بس اطمن الاهلي اللي عماله تقل ده بقى، لو الزمالك اتغلب في كل المطوشه اللي جايه وكسب الاهلي خد الدوري، اريحك بقى اكتر من كده؟ يعني عايزني اريحك اكتر من كده عشان تهمد انت هو يالا؟ عيب. عيب يا جماعه. نادي الزمالك نادي كبير وقلت الاهلي انظلم في مطوشه من الحكام. انا ما بقولش اتظلم. هي الكوره كده والمقاولين اتظلم والاسماعيلي اتظلم والمصري اتظلم. لكن في النهايه الزمالك السنه دي احسن من الاهلي، والزمالك يستحق الراجل ياخد بطوله الدوري. الاهلي اتغلب 5 مطوشه او 6 على ما اعتقد، واخد بالك؟ طب انا عايز اعرف هو المطوشه اللي الزمالك كسبها دي كلها بالحكام؟
وفي افريقيا بالحكام. ما اصل المستشار يعني برضه سيبك من الضغوط والحاجات دي، المفروض حضرتك انت يعني انتوا ناس بيهزوا طارق يحيى، انتوا ناس مسؤولين. انا قلت الكلام ده من شويه. انا عايز اقول لك حاجه، الولد اللي قال له الكابتن اشرف ده وراح، ده عمره ما يكون اسماعيلاوي، ده عيل اهلاوي، ده عيل راح يعمل فتنه، راح تشتم المدير الفني بتاع فريقك اللي في الظروف دي كلها، عنده 4 صليبي وعنده نقط 6 نقط. يا ربنا يكون في عون الاسماعيلي ورئيس نادي الاسماعيلي ومجلس ادارته. بالظبط. واخد بالك؟ جاي النهارده تقول اصل الاسماعيلي هيتغلب من الزمالك، مش عارف. طب هو الاسماعيلي اتغلب، شوف اتغلب كام ماتش؟ كان بيفوت، اتغلب كام؟ 6-7 على ما اعتقد. الاسماعيلي مغلوب كام؟ 3 وتعادل يجي 6-7. تعادل كتير. لا ده تعادل. الاسماعيلي بيفوت، الاسماعيلي اشرف منكم. الاسماعيلي اكتر نادي متعادل. الواد اسمع بس، الواد الاقرع ده والواد اللي معاه اللي هو عليه غضب ربنا، اللي هم عاملين يطلعوا الكلام ده، الاسماعيلي اشرف منكم. والاسماعيليه دي بلد محترمه. انتوا كنتوا فين الاسماعيليه في 67 و3؟ كنتوا فين؟ كنتوا كلكم لسه في طول امكم. اوعى حد يتكلم عن بلد محترمه تفوت مين وبتاع مين. دي بلد محترمه وفريق محترم. خلينا عشان ما نكبرش الموضوع قوي يا ست المستشار. انا عرفت اللي انت حضرتك قعدت مع لعيبه الزمالك تاني يوم الماتش على طول وحفزتهم في غرفه الملابس في النادي. قعدت طبعا معاهم وقلت لهم اولا ده ماتش كوره، وده بقوله دايما ده ماتش، وقعت الفرق اكبر الفرق في اوروبا بتتغلب. وامبارح الارجنتين بجلاله اداء مش مغلوبه امبارح من تشيلي. مظبوط، من تشيلي مظبوط. ما احنا هنجي كمان شويه اللقطات بس في الفقره العالميه. ده ماتش وراح، وماتش وراح ماتش راح متعمد بفعل فاعل من عصام عبد الفتاح، وليه حساب معاه في الانتخابات ان شاء الله، ولسه قافل مع مهندس انا مريده. واحد يقول لك النهارده ده بيقول له بيكلم رئيس لجنه الحكام. لا انا بكلمه على الهوا في التلفزيون، انا هكلمه في التليفون، انا مالي بيه اصلا، هو صاحبي، واخد بالك. انما لما الموضوع يتجاوز، اصل فيه ممكن خطا حكم يخطأ الخطأ العادي، تمام. انما يا جماعه زي ما بقول تاني، القاضي لما بيغلط فيه استئناف، والقاضي بتيجي تسال استئناف لما بيغلط فيه نقض، تمام. وده القاضي اللي قاعد على المنصه ابو شاح مش بشورته صفاره. اشمعنى انت يا عصام ده لما يقعد يقول لك ما حدش يجي ناحيته؟ ليه؟ ما هو مش اله ومش ربنا ومش قران ومش انجيل ومش توراه، ده بشر بيغلط، يغلط متعمد يتحاسب، يغلط الخطأ البشري ما عندناش مشكله. لكن لما يجي واحد في ماتش واحد يبقى انت مش ضربة جزاء ويحسبها ضربة جزاء بلطجة خلاص، ويجي انت ليك ضربة جزاء جوه يقول لك لا، ويجي الاخ عصام يقول لك فعلا الزمالك ليه ضربة جزاء. طب انا استفدت ايه يا اخ عصام؟ ما انت ضيعت مني 3 بونت، وخليت بقى الاخ فلان والاخ فلان والاخ فلان والاهلي اقترب من الدوري ويحبطوا يا زملكاويه، خلاص الدوري ضاع. عيب. فانا بقول لك يا كريم، الاهلي عايز ياخد بطوله ياخدها بالشرف والرجوله، وده تاريخ، تمام. انما طارق يحيى يفوت الماتش، طب ما مختار هيفوت الماتش عادي. يعني عايز اقول لك الادب اكبر من عاديه جدا. لكن مختار هيلعب بشرف وطارق هيلعب بشرف، ما حدش هيفوت لحد حاجه. أكيد. يا استاذ الفاضل، هو الماتش ده او ده هيتلعب في الجورن ولا هيتلعب على كلنا هنشوفه، كلنا هنتفرج ماتشات كلنا هنتفرج. لكن انا بطمن جماهير الزمالك، بقول لهم تاني ولادكم رجاله، مش عايز اقول كبوه الماتش اللي فات، لا الماتش اللي فات ما كانش كبوه، الماتش اللي فات كان متعمد اسقاط الزمالك في هذه المباراه. يا طارق يا يحيى ابذل كل جهدك ومجهودك عشان فريقك يكسب، اللي هو فريق الاسماعيلي، والعب بكل شرف وهنتقبل دون، وولادنا بيلعبوا بكل شرف ورجوله. انما بقى اللي مش رجاله عاملين ايه ادبهم للاسف وسوقوا سمعه النادي الاهلي العريق. تعال شوف سمعه الله، شوف المغرب بيقولوا على الاهلي دلوقتي، شوف اتحاد اسكندري البيان اللي عمله وقال لك القرصنه، شوف الاسماعيلي البيان اللي عمله. هو في يا جماعه؟ هو احنا فين يا جماعه؟ دي رياضه فيها مكسب وفيها خساره. حضرتك بتاخد الدوري بقالك 10 سنين، مش مشكله يا اخي لما تخسروا سنه واثنين وثلاثه واربعه وخمسه. يا ربنا يكون في عون بقى الزملكاويه اللي ما نطقوش 10 سنين وساكتين على ادارتهم اللي موجوده عامله نكسات، ولما جه الفريق فوق الافندي ممدوح عباس بيحجز على مستحقات اللعيبه والموظفين في البنك. ده الزملكاوي يا استاذ كريم اللي كان بيقعد يعيط ويقول لك انا بموت في الزمالك، ما يحجزش على مستحقات اللعيبه عشان هو سلف النادي فلوس لاجوجو. اتكلمنا في القصه دي. انا حزين يا كريم، ربنا ان شاء الله يوفق الفريق يلعب احسن بكره ان شاء الله باذن الله. وبطمن جماهير الزمالك باذن الله بامر الله، ربنا رايد الدوري باذن الله للفريق الاحسن السنه دي وهو الزمالك. اما النادي الاهلي ما خد بطوله، مش خد بطوله بتاع الكونفدراليه وربنا وفقه. أيوة. وكنا كلنا فرحانين ليه،
والولد احمد المرغني ده لما طلع وقال لك لو لعب اسرائيل الاهلي بيلعب هيشجع اسرائيل وانا بشجع تونس ضد الاهلي، وكلنا طلعنا وانتفضنا وقلنا له ده الاهلي وخليك وطني وقف جنبنا احنا كده. اما ما تيجي انا بقى كزملكاوي العب مع الاهلي، لا انا عايز اغلب الاهلي. انما الاهلي بيلعب اي بلد اي فريق بره مصر، لا انا مع النادي الاهلي. طبعا انا مع النادي الاهلي. طبعا. شكرا. بشكرك يا استاذ مرتضى، بشكرك شكرا جزيلا. يا جماعه كل الاحترام، كل الاحترام للنادي الزمالك، وكل الاحترام للنادي الاهلي، كل الاحترام لكل المسؤولين سواء هنا او هنا. رغبه النادي الاهلي في الحصول على الدوري، طبعا النادي الاهلي عايز ياخد الدوري السنه دي. كل نادي عايز يكسب وعايز يبقى عنده فرصه، ادام في فرصه لسه للمنافسه وعدد النقاط يسمح، الاهلي هيحارب عشان ياخد الدوري والزمالك هيحارب عشان ياخد الدوري. دي منافسه شريفه، مش عايزين نخرج الاطار بتاع المنافسه الشريفه، يعني ما نخرجش احنا كمان كاعلام او كمسؤولين او كذا عن اطار المنافسه الشريفه. كل الاحترام وكل التقدير للنادي الاهلي وكل المسؤولين، كل الاحترام لهيثم عرابي مدير التعاقدات في النادي الاهلي، راجل بيجتهد وبيحاول عشان يخلص صفقات للنادي. كل الاحترام للمسؤولين في نادي الزمالك عن التعاقدات، بيحاولوا يجتهدوا ويجيبوا صفقات. هي دي المنافسه، ولكن خلينا في الروح الرياضيه، خلينا في الود والاحترام المتبادل ما بين ادارات الانديه الكبيره في مصر.